السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باش تخلي مدرب كبير دي ديشان المدرب ديال المنتخب الفرنسي انه يقول على المنتخب الوطني المغربي انه كاين من المرشحين الكبار باش يديو كأس العالم ان شاء الله الماجية، فعرف بالله المنتخب الوطني المغربي ولا منتخب كيخلع المنتخبات كاملين كيضربوا ليه ألف حساب. وفي الاخر ديال الفيديو غادي نهضروا على واحد التصريح اللي غير احترافي من لاعب سابق ديال المنتخب الوطني المغربي. دابا نهضروا علاش المنتخبات الكبيره وعلاش علاش المدرب ديال المنتخب الفرنسي دي ديشان خرج بهذا التصريح هذا وخلى وقال سولوه الاعلاميين قالوا ليه علاش المنتخب قالوا ليه واش قالوا لي المنتخب الفرنسي راه مرشح كاول فريق انه قادر انه يدي كاس العالم اللي كتكون في امريكا. قال لهم جاوبهم بهذه العباره، قال لهم مزيان نكونوا احنا مدربين ديال منتخبات اللي مرشحه انها تدي كاس العالم. قال لهم واش نسيتوا فرنسا، واش نسيتوا المانيا، واش نسيتوا بلجيكا، واش نسيتوا اسبانيا، واش نسيتوا البرتغال، واش نسيتوا البرازيل. هو يقول لهم في الاخر ديال هاد المنتخبات اللي غتكون مؤهله انها دير تاخذ كاس العالم، قال لهم واش نسيتوا المنتخب الوطني المغربي، واش نسيتوا المغرب. علاش؟ راه منتخب بطبيعه الحال هو يقول هذه القضيه هذه، راه من طبيعه الحال واش المنتخب الوطني المغربي راه ولا تيخلع، راه المنتخب الوطني المغربي ولا تيخلع لك المنتخبات الكبار بحال فرنسا واسبانيا والبرتغال خصوصا. وعلاش هادشي كامل؟ خصوصا بعد الانجاز التاريخي اللي داروا وليد الركراكي مع المنتخب الوطني المغربي في قطر، خصوصا وشاف وحضر التألق ديال المنتخب الوطني المغربي، خصوصا انه شاف اننا عندنا لاعبين، عندنا اطر، عندنا جامعه واقفه مع المنتخب الوطني المغربي وكتسهر على الراحه ديال المنتخب الوطني، موفره ليه جميع الظروف. شاف ان المنتخب الوطني المغربي عنده الامكانيات كامله، الجامعه كامله مسخره جميع داكشي اللي كيبغي اي منتخب باش انه يحقق الالقاب. عندنا لاعبين كبار، دابا راه عندنا من بين احسن اللاعبين في العالم، راه ما عمر ما المنتخب الوطني المغربي كان عنده الترسانه ديال اللاعبين بحال اللي عندنا دابا. راه اللاعبين كاملين كيلعبوا في اعلى مستوى. حكيمي عندنا دابا وسط الميدان مرعب، حكيمي والمرابط والعناوي وبوعدي دابا في الالتحاق ديال بوعدي المنتخب الوطني المغربي. هو راه فاش قال هذه القضيه هذه، فاش قال ان فاش رشح المنتخب المغربي انه يدي كاس العالم، راه ما قالهاش عن عبث، راه ما قالهاش، راه قالها حيت هو عارف بان المنتخب الوطني المغربي ولا عامر لاعبين كبار، ولا عامر مواهب، ولا خوف على المنتخب الوطني المغربي من مثل كاس العالم. عندنا طاقات وعندنا شباب باقيين كيلعبوا في الكاس ديال الشبان، باقيين يلعبوا في المنتخب ديال الشبان، هما غيطلعوا واحد النهار من الكاس العالم غيكونوا عندنا طاقات اخرين اللي غنزيدوهم الركائز اللي غيولوا في المنتخب، من بينهم الرباج، العناوي، أناحي، بزاف د اللاعبين. عندنا مشكل في الدفاع. اجي ندخل نشوفوا دابا في التصريح لا مسؤول، التصريح اللي كنعتبروا تصريح هاوي. انت اشنو كنت كدير؟ فيصل فجر كيقول لهم في واحد التصريح، واحد التغريده ديالو في الانستغرام ولا مع التويتر، قال لهم بوعدي ما جاش للمغرب حتى ما قبلاتوش فرنسا. ماشي هضره هذا ماشي تصريح ديال اللاعب. وبوعدي زيدون ماشي حتى ما عيطاتش عليه فرنسا عاد التحق بالمنتخب الوطني المغربي. اللاعب بوعدي راه عطى الكلمه الوابي من شحال هذا، قال لي غادي نلعب معاكم، عطاه اللقجع شحال هذا، راه قال لي شوف اعطيني حتى الكاس العالم وغادي نلعب مع المنتخب الوطني المغربي. دابا لا، راني مركز مع الفرقه ديالي. علاش المنتخب، علاش بوعدي ما عطاش الموافقه ديالو من شحال هذا؟ لان حنا عارفين لاعب كيكون باقي ما لقاش فرقه ديالو اللي مزيانه، ما سناش مع شي فرقه مزيانه، مني كيلعب مع المنتخب الوطني المغربي كطيح القيمه السوقيه ديالو، خصوصا انه معيط عليه المنتخب الفرنسي. راه داك الشيء علاش بوعدي ما عطاش الموافقه ديالو الرسميه انه يلعب مع المنتخب الوطني المغربي
حتى يحط الرحال ديالو ويحط القدم ديالو في شي فرقه اللي مزيانه، عاد هذيك الساعه يعطي الموافقه ديال اللاعب المنتخب الوطني المغربي. حنا القضيه راه عارفينها، بلا حتى شي واحد يقول لي لا لا راه كاينه القضيه. اي لاعب كيلعب مع المنتخب الوطني المغربي كطيح القيمه السوقيه ديالو، هذه كاينه، الا ما كان معيط عليه حتى شي منتخب، هذيك الساعه القيمه ديالو التسويقيه كطلع. اما دابا من شفنا راه يمكن سينا لشي فرقه، ولا يمكن وعدوه انه غادي يلعب مع شي فرقه اخرى من غير فريق ديال ليل الفرنسي، تما ضمن راسو انه ماشي مشكل واخا كاع يلعب مع المنتخب الوطني المغربي، راه هانيه عنده، ما غطيح لا قيمه تسويقيه لا حتى شي حاجه. انت فيصل الفجر اشنو عطيتي للمنتخب الوطني المغربي؟ اشنو عطيتي؟ جوج تمريرات ولا 3 تمريرات في المسيره ديالك كامله، رونار هو اللي جابك. اشنو عطيتي انت للمنتخب الوطني؟ لاعب معدي راه كتبلغ القيمه السوقيه ديالو دابا جايه ما بين 50 مليون و 60 مليون يورو. اللي كتقول انت بوعدي راه ما عيطت عليه، ما عند ماشي لاعب راه ما عيطت عليه المنتخب الوطني المغربي، ما قبل الدعوه ديال المنتخب حتى ما تعيطش عليه المنتخب الفرنسي. راه من طبيعه الحال هو كموهبه باغي يلعب مع المنتخب الفرنسي عادي جدا، مني شاف براسو انه تعطاتو ضمانات انه غيلعب في كاس العالم وغيكون من الركائز ديال كاس العالم وغيكون كيلعب تيتيلار، صافي راه قبل الدعوه ديال المنتخب الوطني المغربي. هنيئا للمغرب على لاعب بوعدي، وهنيئا لنا بهذا التتويج، بهذا الترشيح لكاس العالم. راه ولينا من المرشحين ديال كاس العالم اننا نديو كاس العالم، راه ماشي جاءت غير هكاك، راه جاء هذا الشيء كامل بالعمل القاعدي وبالعمل ديال وليد الركراكي مع المنتخب الوطني المغربي، وان شاء الله وهبي غيكمل المسيره ديالو. وهنيئا لنا بهاد اللاعبين الكبار. وهذا التصريح ديال فيصل فجر اما تصريح ما والو، ما تصريح ما حتى شي حاجه. واش متفقين معايا؟ بغيت التعاليق ديالكم تقول لي واش متفقين معايا في هادشي اللي قلت ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله.